اخر اخبار النادي الاهلي يا جماعه مع ميرو اكسكلوسيف معايا. عندنا النهارده 10 اخبار. طبعا بعمل كده ليه؟ 10 فين العدو يا جماعه؟ عشان في فرق تانية، طبعا الخمسه مش بتكفي انهم من 10 فين العدو. في فرق حاطه عينيها في حياتنا يا جماعه وعينيها وحشه، احنا عارفين طبعا. جماعه النهارده عندنا 10 اخبار. البدايه اول خبر حلو قوي، واخر خبر حلو. بحب اختم بحاجه حلوه، انتوا عارفين ختامها مسك معايا. اول خبر يا جماعه، الاهلي نجح في تجديد عقد حمزه عبد الكريم لمده 4 سنين عشان يضمن حقه. طبعا احنا خلاص خدنا، هناخد 1.5 مليون يورو من برشلونه، والاهلي بقى عمل امتيازات ليه ان هو في بند احقيه الشراء مقابل 5 مليون يورو. فطبعا الاهلي كده امن مستقبله، احنا امنا مستقبلنا، يعني الاهلي نفسه مش انا اللي سوقت اللعب، فخلاص ضمنت مستقبلي. فانا شايفه ان دي حاجه حلوه قوي الاهلي عملها. تاني خبر معانا، الاهلي يا جماعه بيطلب تاجيل مباراته مع وادي دجله. جماعه انا عايزه افهم حاجه، احنا ازاي هنلعب بجد؟ احنا عندنا مباراه يوم 25 وهنلعب يوم 27 ازاي؟ طب احنا هنلحق ازاي يعني؟ بجد مش فاهمه. احنا عندنا مباراه يوم 25 وعايزين يلعبونا يوم 27، فمش هينفع. فطلب تاجيل مباراته مع وادي دجله، مش هتنفع، ما عندناش وقت يا جماعه. هنلعب مع يانج افريكان، فازاي؟ ازاي بجد؟ احنا نلحق ازاي طيب؟ يعني ازاي اصلا يعملوا للنادي الاهلي او لاي نادي الفرق يومين؟ هنلحق ازاي؟ ده تاني خبر معانا. تالت خبر معانا يا جماعه بقى، على فكره كل الاخبار النهارده بوم. كلمه بوم دي كلمه قليله، بوم دي كلمه قليله النهارده يا جماعه. ميرو يا جماعه ما بتجيبش غير اخبار البوم. تالت خبر معانا تالت خبر معانا يا جماعه، بجد اخبار النهارده حلوه قوي. وعلى فكره في خبر الخامس، خبر يفقع المراره. الخامس هيفقع مرارتكم معايا عشان مرتي اتفقعت لما عرفتوا، فلازم تفقع مرارتكم معايا. الخبر التالت يا جماعه معانا، كلنا عارفين ان الاهلي هيلعب مع يانج افريكان يوم 25 واحد. اخيرا هنلعبوا على استاد القاهره. طبعا كلنا عارفين ان استاد القاهره كان فيه اصلاحات، فاخيرا وشنا حلو، فالاصلاحات خلصت وهنلعب على استاد القاهره. طبعا دي حاجه حلوه بالنسبه لي. رابع حاجه، اشرف داري ينهي ازمته مع النادي الاهلي مقابل ان هو تنازل عن جزء من مستحقاته. طبعا احنا كلنا عارفين ان اصلا كتير عليه انه ياخد مستحقات. على فكره والله العظيم انا بتكلم بالعدل. اشرف داري ياخد مستحقات ليه؟ هو لعب بايه؟ ده انت ما لعبتش ب 100 دولار اساسا، يعني انت اساسا كل ما تلعب ده انت مصاب. انا بالتالي اشرف داري اسمه اشرف داري اصابه، يعني بجد والله. يعني هم يبكي وهم يضحك. عارفين البجاحه؟ انت يا حبيبي تاخد فلوس ليه اصلا؟ يعني هو فلوسنا مبسوط فيها؟ طيب انا قلت لكم النهارده 10 في عين العدو والله. النهارده والله العظيم انا ما فاهمه، يعني الاخبار النهارده غريبه. اشرف داري رقم 4. الخبر الخامس بقى هيفقع معاكم اكتر معايا. في لعيب يعني اشرف داري الحمد لله خلصنا من الاصابه عشان كان وشه وحش علينا اساسا ونحسنا اساسا. كوكا رقم 5 معانا. كوكا يا جماعه موقفه في الملعب يشيل، يجيب الضغط، يفقع المراره. احفظوا معايا، كوكا يشيل، يجيب الضغط، يفقع المراره. 3 حاجات احنا لازم كنا متفقين كلنا. ده كوكا لو عمل غير كده انا ما حضرتهاش ان هو عمل غير كده، انا ما حضرتهاش بصراحه. فكوكا الاهلي بيقول له هنجددك ب 17 مليون لكوكا. تخيلوا معايا 17 مع وجود بعض الامتيازات كمان، يعني ياخد، يعني تخيلوا كوكا 17 مليون امتيازات. كوكا ده كتير عليه 10000 جنيه ماشي. والله العظيم. فبيقول لك مش عاجبني اللاعب، ما اداش اوكي، مش عاجبه. ما هو اللي لا دلع وما اتدلعش يبقى حرام عليه. عارفين احنا عندنا مثل في المصري لو احنا عارفينه كلنا، اللي لا دلع وما اتدلعش حرام عليه. حرام عليه فعلا. مين يا جماعه بجد اللي بيدفع لكوكا 17 مليون؟ مين والله؟ على فكره والله العظيم انا على فكره انا ضد ان اي حد يعني يقلل من اي لعيب، بس كوكا يدفع له 17 مليون، يعني عدل الله بجد. كوكا يسوى 17 مليون؟ لا، والامتيازات، بعض الامتيازات لكوكا وهو اللي مش عاجبه. كوكا هو انت طيب عندك وش تاني في الملعب وانا مش شايفها؟ طب انت بتطير وانا مش واخده بالي؟ يا جماعه كوكا بجد يعني انا مش لاقي لك ميزه، وانت اللي مش عاجبك يا ابني. انت ليك الشرف انك بتلعب لغايه دلوقتي في النادي الاهلي، والله العظيم انت محظوظ اخر حاجه. يعني انت من الناس المحظوظه قوي انك مكمله في النادي الاهلي. ده في ناس تتمنى تقعد مكانك ومش طايله. انت سيء وبتلعب يعني. جماعه انا مش لاقيه مبرر اقوله لكوكا والله العظيم. يعني كوكا من الناس اللي بالنسبه لي انت محظوظ بس، وليك حق تتدلع. ما انت محظوظ. هقول لك ايه، انا ما اعرفش بيجددوا لك ليه والله. فقعت مراره، ضغطي بيعلى لما بجيب سيرته. قلت لكم فقعت مراره وضغط كله. فخلينا نخلص من كوكا. الخبر رقم 6 يمكن حاجه تجي عدله. خبر رقم 6 يا جماعه معانا حاجه بقى النهارده برضو يعني كويسه، يعني نص بصراحه. يعني انا مش عارفه النهارده في اخبار حلوه في اخبار وحشه بصراحه. رقم 6 معانا، انا النهارده مفروسه برضو من المدرب والله العظيم. على فكره النهارده قلت لكم في كذا فرسه. المدرب يستروب والله العظيم زي ما بقول لكم كده رفض رحيل طاهر، يعني متمسك بطاهر وهيحطه في التشكيله الاساسيه. طاهر يا جماعه في التشكيله الاساسيه ليه؟ طب هو انت عندك نظره؟ طيب على فكره انت لغايه دلوقتي ما اثبتش جداره معايا.
انت عامل حاجات ميح، ولما كسبت ماتش قبل كده كان بستر ربنا يعني، والله العظيم انت طاهر ايه اللي انت هتحطه في التشكيله الاساسيه؟ مش تقليل من طاهر، بس احنا كلنا عارفين امكانيات طاهر. اخر طاهر ايه؟ فاكر لما قلت لكم في فيديو انا في لعيبه انت بتبقى عارف اخرها، وفي لعيبه ليها اخر ملهاش اخر، يعني عندها دايما الاحسن. كان منهم قلت قبل كده مروان عطيه دايما من الناس اللي ملهاش اخر يعني، والله العظيم. في يا جماعه طاهر ايه اللي انت عايزه؟ ما اعرفش والله. وبعد كده رفض كمال، يعني ده سابع خبر معانا. عمر كمال بصوا يعني ده ممكن يعدي اليستروب يعني. عمر كمال ماشي كويس على فكره، عمر كمال لعيب كويس بصراحه، لكن طاهر تشكيله اساسيه ومتمسك بيه يعني صعب عليك شويه. سبعه معانا النهارده في العجب والله. يستروب برضو رفض رحيل عمر كمال. ليه بقى؟ لانه بيلعب في كذا مركز. عمر كمال ماشي بس طاهر تشكيله اساسيه ومتمسك بيه عشان واو يعني. كلامك غريب، او انت شايف حاجه احنا مش شايفينها كلنا واللي قبلك ما كانوش شايفينها برضو يعني. ما اعرفش بصراحه، انا مش فاهماه لغايه دلوقتي وضد اللي بيحصل. على فكره انا مش عاجبني اللي عامله، مش عاجبني خالص. لان انت بتقول ايه يعني؟ اصل اكيد انت مش شايف حاجه كل المدربين مش شايفينها وكل الجماهير مش شايفينها يعني. طاهر من انهي زاويه كويس يعني؟ على فكره هو المدرب ده لغايه دلوقتي بالنسبه لي، انت في فتره في قوقعه لسه ما عملتش حاجه تثبت يعني تثبت ان انت احق بالنادي الاهلي. والله العظيم هتقولوا لي ما عملش حاجه تثبت كذا، وتلاقوا حتى لو حاجه عدت معاه والله العظيم بتحس توفيق من عند الله، عشان احنا الناس يعني تعبانين مع النادي الاهلي والله. لكن هو في حاجه بتحصل بس مش عارفه. الناس بيلوموا دلوقتي على كاس العاصمه. انا مشكلتي اكبر من كاس العاصمه وكاس مصر. انا مشكلتي ان هو اصلا ما بيعملش يعني. انا ما لومتوش على الخساره اللي فاتت على فكره، ما لومتش يستروب، لان اللعيبه نفسها كسلت في كاس مصر، لعيبه كبيره وما عندهاش ريحه الدم. بس انا بتكلم على اللي فات هو ما اثبتش جداره. انت مالكش دعوه بالخساره اللي فاتت على فكره، الناس لمت، انا ما لومتكش، بس انت ما اثبتش جداره يعني. ستيل لغايه دلوقتي انت ما قلتليش حاجه انك تستاهل النادي الاهلي. انت كنت بتلعب دفاع في الاول يا اسطى يعني، انت كنت جاي النادي الاهلي بتدافع. ما اعرفش فهموك ان احنا اسمنت اسيوط ولا ايه؟ والله العظيم ما فاهمه. تامن خبر معانا النهارده يا جماعه، برده كل الاخبار النهارده معانا. سيحة يا جماعه حارس النادي الاهلي اللي هو الحارس الثالث يرفض الرحيل للاسماعيلي ومتمسك بالبقاء للاهلي في الاهلي يعني. طبعا ده شيء متوقع، ده اللي انا بقوله لكوكا. غيرك يتمنى يقعد في النادي الاهلي، وغيرك يتمنى يوصل للمكان اللي انت فيها، يوصل والله يوصل. بس يعني في ناس تتمنى يا حبيبي تعدي من قدام البوابه يعني، حد يعرفها. انت ما تعرفتش الا هنا، ويا ريتك ما اتعرفت يعني، يا ريتك يعني. ما علينا. تسع خبر معانا ان في بيراميدز داخله في مفاوضات مع حمدي فتحي. انا عندي مشكله واحده، هو انت فيها بيراميدز؟ انت بقيتي باراشوت علينا يا حبيبتي، انت بقيتي باراشوت يعني. حامد حمدان، حمدي فتحي، حرف الحاء بتحبيه؟ ايه بيراميدز ايه يعني؟ هتعقدينا ولا ايه؟ المهم يا جماعه، فمش عارفه طبعا نهايه المفاوضات مع حمدي فتحي ايه، الله اعلم. في خبر بقى على فكره النهارده 11 خبر مش 10. اختم لكم بالحاجه الرخمه قوي. تم 10 خبر في 11 النهارده خبر مش 10. 10 خبر معانا. انا سمعت ان انتوا عايزين النادي الاهلي عايز يمشي شكري. جماعه هو سواء اختلفت مع او اتفقت مع محمد شكري يعني ان هو تقييماته كام عفوا، بس انا محمد شكري فيه ميزه وقلت لكم عليها، عنده احساس. عارفين التيشيرت؟ عنده احساس بالتيشيرت اللي هو لابسه والله العظيم. سيحه عنده ايه؟ سيحه مين؟ شكري عنده احساس، بحسه ان هو خايف على النادي الاهلي، بحسه اهلاوي قوي. على فكره عنده انتماء، عنده ولاء وانتماء. والله على فكره مش فاش في فرق تانية برضو، وعندنا برضو في ناس كتير ما عندهاش انتماء. شكري بيخاف على فكره. واحنا خسرانين الولد مش بيمثل يعني. على فكره انا ما يغرنيش حد بيضحك ويعيط والكلام ده، لا. الولد بياخد الملعب فحت وردم يعني، بيروح يعمل حاجات حتى مش مختصاصه عشان عنده دم. احنا مفتقدين الدم ده الفتره الاخيره، ما عندناش دم، في ناس كتير ما عندهاش دم. فانا ضد رحيل شكري. لو الخبر ده صح انا ضد رحيل شكري، انا ضد رحيل شكري. وعلى فكره على فكره هو كويس في الدفاع قولا واحدا، وكل الناس ليها اخطاء. على فكره شكري يستحق يلعب اساسي. ايوه شكري المدربين كتير بينزلوا احتياطي. شكري يستحق يلعب اساسي قولا واحدا اساسي، وانا بقولها اهو. واللي عايز يعاركني يعاركني، انا بقول الحق. وبعدين انا بحب الناس اللي عندها انتماء للنادي الاهلي ويكون مستواه كويس. ما انت ما عندكش انتماء وتخسرني يعني. شكري في الاثنين. الخبر الاخير معانا ختامها مسك مع ميرو. ايه بقى؟ الاهلي بيقرر تصعيد مهند لاشين اللي هو من مواليد 2008 للفريق الاول. انا مبسوطه. ليه الناس تقول لي ده خبر حلو؟ خبر حلو جماعه. احنا محتاجين نطلع ناشئين ويكونوا ولاد النادي، عشان انتوا مش ملاحظين ان في مشاكل كتيره وتحس ان اغلبها مش من ولاد النادي. انا احب الناشئين بتوع النادي الاهلي، احب ولاد النادي والله العظيم. ثانيه احب ايه؟ احب النادي الاهلي وولاد النادي الاهلي
يعني ناشئيننا. يعني احنا اصلا عندنا ناس